إذا بعد أن توصلنا إلى قاعدة جمع الأعداد الكسرية، إذا كان الكسرين متجانسين في الأعداد الكسرية نجمع الكسور معا ومن ثم نجمع الأعداد الصحيحة معا. أما إذا كان الكسرين غير متجانسين فأنا بدي أحولها لكسور متجانسة، أي إني أنا بدي أجيب كسر مكافئ للكسور حتى أحولها لكسور متجانسة، ثم بنجمع الكسور معا والأعداد الصحيحة معا، فبيكون عنا ناتج العدد الكسري. ننتقل للسؤال التالي. أجد ناتج الجمع لكل مما يلي: ألف 8 صحيح و5 أتساع زائد 2 صحيح و3 أتساع. بنلاحظ إحنا إنه عنا الكسور هين متجانسة أي متساوية في المقامات، فبنجمع البسط مع البسط ويبقى المقام كما هو والأعداد الصحيحة معا. 5 زائد 3 8 والمقام يبقى 9 و8 زائد 2 10، أي 10 صحيح و8 أتساع الناتج. ننتقل لباء. 2 صحيح وخمس زائد 3 صحيح و6 أعشار. بنلاحظ إنه الكسور عنا بتساوي خمس و6 أعشار، هي كسور غير متجانسة، فأنا بدي أحولها لكسور متجانسة بس الصغير بيقبل يصير 10. نعم، إذا ضربناه ب2 فأنا بدي أجيب كسر مكافئ للخمس، نضربه فبكون 2 صحيح و20 زائد 3 صحيح و6 أعشار، بجدها ذهنيا أي 5 صحيح و8 أعشار. ننتقل ل 5 صحيح و3 أسباع زائد 1 صحيح ونصف. بنلاحظ إنها الكسور غير متجانسة بهاي الحالة، ثم بننتقل نسأل الصغير 2 بيقبل يصير 7؟ ما بيقبل يصير 7، ففي هاي الحالة كل 3 أسباع بنضربها في مقام الكسر الثاني أي ب2، وكل النصف بضربها في مقام الكسر الأول أي ب7، فبيكون 5 صحيح و6 على 14 زائد 1 صحيح و7 على 14، فبيكون الناتج بيساوي 6 صحيح و13 على 14. لما أنا أجمع عددين كسريان، إذا كان العددين الكسريان متجانسان فإحنا بنجمع الكسور ثم والأعداد الصحيحة. أما إذا كان العددين الكسريان كسورهم غير متجانسة بنحولهم لكسور متجانسة ومن ثم نجد ناتج الجمع. السؤال الرابع بده يحكي لنا عن طرح الأعداد الكسرية اللي هو ما بيختلف إشي عن الجمع إلا إنه إحنا منا نطرح. فبنلاحظ المثال اللي أمامنا عنا المظلل 3 صحيح و3 أرباع، أنا بدي أطرح منهم يعني نمسح من تضليلهم 2 صحيح وربعان أو ناخذ منهم 2 صحيح وربعان. بنلاحظ إنه في عملية الطرح للأعداد الكسرية تشبه عملية الجمع، إنه إذا كان الكسور متجانسة فإحنا بنطرح البسط من البسط والمقام يبقى كما هو وبنطرح الأعداد الصحيحة. وانت أنا بدي أبذل مجهود إضافي إذا كان عنا الكسور في الأعداد الكسرية غير متجانسة، يعني بما إنها هي متجانسة فهي كتير سهلة علي. نطرح البسط من البسط، 3 ناقص 2 بتساوي 1 والمقام 4، إذا 3 أرباع ناقص ربعان ما هي بتساوي ربع، 3 ناقص 2 1، أي أن الناتج بيكون بيساوي 1 صحيح وربع، لأنه أنا أوجدته ذهنيا. فإحنا بنتوصل لقاعدة إنه عند طرح عددين كسريان إذا كان الكسرين في العددين الكسريين متجانسان نطرح الكسرين أولا ثم نطرح العددين الصحيحين. 2 إذا كان الكسران في العددين الكسريين غير متجانسين فإحنا بدنا نوحد المقامين أولا ثم بننتقل لعملية الطرح. فأنا بلاحظ إنه عملية الجمع والطرح على الأعداد الكسرية هي نفس العملية، بس بدل ما أنا أجمع بدي أطرح. ننتقل. أجد ناتج الطرح: ألف 6 صحيح و5 أعشار ناقص 4 صحيح و10. إذا بنلاحظ إنه الكسور متجانسة، 15 و10 هي كسور متجانسة أي متساوية في المقامات، فبنطرح البسط من البسط ويبقى المقام كما هو وبنطرح الأعداد الصحيحة، فبيكون الناتج 2 صحيح و4 أعشار. ننتقل لباء. 9 صحيح ناقص 5 صحيح و7. 9 صحيح إذا أنا بدي أحولها لعدد كسري
هي بتنحل بطريقتين، يا إما التسعة بعملها مقام واحد وبنحول 5 صحيح وسبع لكسر غير حقيقي بنطرح كسور، يا إما بنفكفك التسعة هي 8 صحيح وكم سبع مخبى جواتها وسبع أسباع، إذا 8 صحيح وسبع أسباع ناقص 5 صحيح وسبع. بعد ما أنا فكفكت التسعة أخذت 8 ووحدة قطعتها لسبع أسباع فصارت 8 صحيح وسبع أسباع ناقص 5 صحيح وسبع. فبنطرح الكسور، 7 ناقص 1 6 والمقام يبقى كما هو 7 وثمانية ناقص 5 بيساوي 3، إذا 3 صحيح وستة أسباع. ننتقل لجيم، 5 صحيح وسبع أثمان ناقص 4 صحيح وربعان. بهاي الحالة الكسور غير متجانسة، نسأل الصغير الأربعة بيقبل إنه يصير 8؟ نعم إذا ضربناه باثنين، فأنا بجيب كسر مكافئ للربعان، ف5 صحيح وسبع أثمان ناقص 4 صحيح وأربع أثمان. بنلاحظ إنه تحولت لكسور متجانسة. بهاي الحالة أنا بطرح البسط من البسط والمقام يبقى كما هو وبنطرح الأعداد الصحيحة معا. بنلاحظ إنه 7 ناقص 4 يساوي 3 و8 يبقى المقام كما هو والأعداد الصحيحة 5 ناقص 4 بيساوي 1، أي أن الناتج 1 صحيح وثلاثة أثمان. والآن اشترى حسام بطيخة كتلتها 4 صحيح و3 أخماس كيلوغرام، واشترى مهند بطيخة كتلتها 6 صحيح و13 كيلوغرام. كم تزيد كتلة بطيخة مهند عن كتلة بطيخة حسام؟ إذا بهاي الحالة أنا بدي أعرف حسام بطيخته بكم أكثر من بطيخة مهند، فبطيخة مهند كم أكثر من بطيخة حسام، لأنه إحنا بدنا نلاحظ هذا الإشي بيهمني لما أنا أكتب مسألة كلامية. دائما بدي لما أنا أحكي بالمسألة الكلامية عن عملية الطرح بدي ألاحظ كم تزيد إني أنا بدي أطرح. طب ماشي بدي أطرح مين؟ دائما نطرح الكبير من الصغير، وما بزبط إني أحكي إني أنا أطرح الصغير من الكبير. فإحنا إذا بننتبه هون في المطلوب شو حكالي؟ كم تزيد كتلة بطيخة مهند عن كتلة بطيخة حسام. إذا أنا على طول بعرف لو بدي أقارن بيناتهم إنه بطيخة مهند أكبر من بطيخة حسام، لأنه دائما المطروح أكبر من المطروح منه. و4 صحيح و3 أخماس ناقص 3 6. فأنا بدي ألاحظ هنا إنه لما حكالي كم تزيد كتلة بطيخة مهند عن كتلة بطيخة حسام، إنها كتلة بطيخة حسام هي اللي أكبر. فأنا بدي أطرح 6 صحيح و3 أعشار ناقص 4 صحيح و3 أخماس. إحنا بهين بدنا نحولهم لكسور متجانسة، فالخمسة بنضربها ب2 المقام حتى تتحول لكسور متجانسة، بيكون 6 صحيح و3 أعشار ناقص 4 صحيح و6 أعشار. بنلاحظ إنه أنا ما بقدر أطرح 3 أعشار ناقص 6 أعشار، ففي هاي الحالة بفكفكها، 6 تصبح 5 صحيح وبناخد كمان 10 أعشار، فبتصبح 5 صحيح و13 على 10 ناقص 4 صحيح و6 أعشار. ننتقل للسؤال الآخر، اشترك عمر وكمال وإحسان في قالب من الحلوى، أكلوا منه على الترتيب ثمنان القالب، أي عمر أكل ثمنان وكمال أكل ربع القالب وإحسان أكل 3 أسداس القالب. فبيحكي لي ما مجموع ما أكله 3 من القالب؟ بننتج ثمنان زائد ربع زائد 3 على 16، 8 بترضى إنها تصير 16 والأربعة بترضى إنها تصير 16، فبنوجد الناتج اللي هي 4 على 16 زائد 4 على 16 زائد 3 على 16 ويساوي 11 على 16. ما الفرق بين ما أكله عمر وما أكله إحسان؟ نطرح ما أكله عمر عن ما أكله إحسان، 4 على 16 ناقص 3 على 16 ويساوي 1 على 16. ما الكسر الذي يمثل ما تبقى من القالب؟ كل القالب تم تقطيعه إلى 16، أي كل 16 من 16 ناقص 11 على 16 ويساوي 15 على 16.